يا مساء الفل والجمال على الحلوين. النهارده يوم جديد سعيد عليكم باذن الله. بس النهارده عايزاكم في موضوع مهم جدا جدا جدا، والموضوع ده موجود في كل بيت مصري. يلا بينا نبتدي الفيديو، بس ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وندوس اشتراك عشان يوصل لنا كل جديد. فاكرين يا جماعة الحادثة بتاعة الشاب اللي طلع برج القاهرة ونط من فوق البرج؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ انا يوميها قعدت كده مع نفسي، قلت ازاي حد بالارتفاع ده يطلع، وبعد ما يطلع البرج للدور الاخير ينزل؟ هو مش شايف المدة والطول بتاع برج القاهرة عامل ازاي؟ في ناس وقتها صنفوا ان البني ادم ده كان تعبان نفسيا، وان هو مريض وما كانش طبيعي. طب ايه اللي يوصل لشاب زي ده ان هو يتعب نفسيا ويوصل بيه الدرجة للانتحار؟ اول حاجة اثبتوا ان المرض النفسي ملوش علاقة بالدين. هو الدين طبعا بيبقى جزء كبير في حياتنا، لكن الامراض النفسية دلوقتي ما بقوش بيصنفوها تبع الدين. طب تفتكروا الشاب ده لو كان قاعد مع حد صاحب ليه او امه او ابوه او اي حد من عيلته وحكى معاه دايما مشاكله، كان هو هيوصل للمرحلة دي ان هو ينط من برج القاهرة؟ هل البني ادم ده وقتها كان في حد بيتكلم معاه وبياخد رأيه وبياخد مشورته؟ طب هل هو مثلا كان بيروح لدكتور نفسي وكان بيديله ادوية والدواء اثر عليه وخلاه ينتحر؟ يعني ايه السبب ان هو يوصل ان هو ينط وينزل من برج القاهرة؟ ايه السبب؟ السبب بقى يا جماعة هيكون، هو بيبقى مجموعة اسباب، هو مش سبب واحد. هو طبعا بيكون تعبان نفسيا، لكن وقتها مفيش حد قدر يسمعه او يطلع اللي جواه او يقف معاه في مشاكله علشان الموضوع ما ينتهيش بيه ان هو يموت نفسه الموتة دي. لغة الحوار مهمة في كل بيت مصري. من ابنك وهو في اللفة بيقولك تكلميه، ولادك مرحلة المراهقة، الشباب وهم صغيرين، كل ده حاجات مهمة جدا جدا في حياتنا. تمام. دلوقتي مثلا ابنك عنده سنة واتنين وكلام من ده، بتبتدي في الاول تكلميه بلغة الاشارة عشان هو ايه، وتقولوا لي نو يس كلام من ده، عشان هو في الاول ما بيبقاش فاهم كلامك كله. تمام. بتيجي بقى 3-4 سنين بتبتدي بقى ايه، تحطي احكامك وتحطي قيودك، ايه الغلط وايه الصح وايه المفروض يتعمل وايه المفروض ما يتعملش. لغة الحوار مهمة جدا جدا مع الشباب ومع البنات ومع كل الأعمار. يعني ولادكم دولت ما تسيبهمش، لازم يكون في ما بينكم وما بينهم لغة حوار عشان ما يحصلش مصايب اللي أنا هحكيها لكم دلوقتي، سواء في الشارع. دلوقتي عندنا طفل راح المدرسة ومش قابل ان هو يروح المدرسة تاني. ليه يا ابني ما بتحبش تروح المدرسة؟ انا بتعرض من زمايلي للتنمر. الشخص اللي زي ده والطفل اللي زي ده لازم تقوي شخصيته ان هو يقدر يواجه المجتمع السخيف اللي الاهالي دلوقتي بيتعاملوا بيه بالمادة، وناسين ان في حاجة اسمها تربية وفي حاجة كمان اسمها اخلاق. ان انا لازم اعلم ابني ان هو ما يتنمرش على حد، وان هو يكون عنده ادب ويكون عنده اخلاق. وللاسف كتير من الستات ومن الرجاله بيتعاملوا مع الناس بالماده، وناسين ان ابنهم لازم يكون مؤدب ومحترم قبل ما يكون هو غني. عندك ولد شاب في مرحلة المراهقة عايز يقعد يتكلم مع باباه طول اليوم في الشغل وعنده ميتنج وما هوش فاضي. ومعلش يا حبيبي ساعة بالظبط وهرجع اتكلم معاك. ساعة بتعدي، يوم بتعدي، شهر بتعدي، شهرين بتعدي، سنة بيلاقي الراجل بعد كده ابنه عامل حادثة في الشارع، ماشي مع حد مش مظبوط، مش عارف يلمه. ليه؟ ما انت اصلا اللي مرضيش تتكلم مع ابنك من وهو صغير، علشان بعد كده لما كبر لقيت عنده مصايب وانت نفسك مش قادر تواجهها، سواء كأب او برضو بقول الكلام ده للأم. لازم تعرفوا عن ولادكم كل حاجة بتحصل لهم من وهم صغيرين، وايه المواضيع اللي بيتكلموا فيها بره البيت من وهم صغيرين، عشان تعودوهم لما يكبروا ان في حاجات معينة ليها خط احمر. زي اسرار، تعودوهم ان اسرار البيت ما تطلعش بره البيت. طب انا زمان لما كان وهم عندهم 3 سنين و4 سنين كانوا ايه، مشرفة الباص تيجي تقول لي ولادي بقى يعني
ايه ده النهارده حكوا قصه حياتك. وبقيت ايه اقول لها بتضحكوا ايه؟ قالت لي انت اكله كذا وعامله كذا. اقول لها اه تصدقي صح. بعدها بقى انا بدات ايه انتبه للموضوع ده، بقيت بقى اقعد معاهم واتكلم واقول يا جماعه، يا ولاد يا حلوين، بالضحك بقى وبالهزار، لان الجيل ده مش عايز ضرب ولا عايز شتيمه، هو عايز هدوء وفي المعامله، وانك تنزلي لمستوى عقلهم. عيب ان انتوا تتكلموا في الحاجات دي حاجات خاصه، ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها. شويه شويه هم خلاص بقى اتعود من هو صغير ان هو بقى اسرار البيت ما تطلعش بره. اخرج مع اصحابي العب لعبتي، اتعشى في المكان اللي انا حابب اتعشى فيه، لكن اسرار البيت مروح مجي مصروف كلام من ده خلاص. يعني احنا عودناهم بقى من صغرهم ان مفيش كلام في المواضيع دي. الكلام بيبقى على قد القعده بتاعتي انا واصحابي بس، وعلاقات البيت او اسرار البيت ما تطلعش بره. عشان كده دايما بقول لغة الحوار مهمة جدا جدا جدا. بنت مثلا جت حبت حد وحابه ان هي تتجوزه، اتخطبت له وحابه ان هي تتجوزه، لكن اهلها مش موافقين. انت لازم تسمعي كلام باباكي ومامتك، ولازم هم ينقلوا لك تجربتهم اللي قبل كده والحكايات والروايات اللي كانوا بيسمعوها، عشان هم لما يقولوا لك على حاجه لا. عشان كده دايما بقول الماديات مش كل حاجة، وان الاب والام في الزمن اللي احنا فيه ده، هو زمان ما كانش كده. زمان ما كانش عندنا كمية الامراض النفسية دي خالص، ولا كان عندنا الامراض اللي موجودة دي. ما كانتش النفوس زي دلوقتي. فانتوا لازم تبقوا مع اولادكم خطوة بخطوة، ما تسيبوهمش، ولازم يكون في ما بينكم وما بينهم لغة حوار. بلاش شغل العناد، سواء ما بين البنت وامها او البنت وابوها او كلام من ده. لازم يكون في ما بينكم قعدات يوميا تحكوا فيها وتتكلموا فيها عن كل حاجة حصلت لكم في اليوم بتاعكم. علشان كده يا جماعة هيؤدي للمصايب بعد كده. فعشان كده بقول للشباب والبنات اسمعوا كلام اهاليكم، اتحاوروا معاهم، اتكلموا معاهم، قولوا لهم ايه اللي مضايقكم. وبقول لكل اب وكل ام شداد، ما تشدوش على اولادكم في التوقيت ده وفي الزمن ده. صاحبوهم، شوفوا ميولهم ايه. اللي حابب يدخل جامعة مثلا هو حاببها، او يتخصص في مجال هو حابه، سيبوهم يشتغلوا. سيبوهم يحققوا اللي هم عايزينه مش اللي انتوا عايزينه. الجيل ده جيل صعب صعب صعب، يعني مش زينا خالص. ما بيسمعش الكلام زينا كده ما كنا بنسمع كلام اهالينا حاضر وماشي وطيب وخلاص. لا، ده عايزين دايما دماغكم تبقى في وسط راسكم. عشان كده بقول يا جماعة لغة الحوار ما بين الاب والام والابنة والابن، كل الحاجات ديت مهمة جدا جدا، عشان ما توصلش لولادكم امراض نفسية انتوا في غنى عنها لما يكبروا. ابنك او بنتك ده ثروة. ناس كتير ما هياش عندها القدرة ان هي تجيب اولاد. فعشان كده دايما بقول لما يكون عندكم اولاد لازم تعتبروهم الثمرة او الفاكهة بتاعتكم، فلازم يبقى في ما بينكم وما بينهم لغات حوار. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تشيروه وتعملوا فولو ولايك عشان يوصل لكم كل جديد.